ستيلانتيس تجدد التزامها بتطوير صناعة السيارات بالجزائر. كشف سمير شرفان مسؤول العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمجموعة ستيلانتيس في منشور له مؤخرا على حسابه الرسمي بشبكة لينكد بأنه أشرف مؤخرا على اجتماع اللجنة التنفيذية الإقليمية بمجموعة ستيلانتيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالجزائر، والتي تعتبر حسبه أحد الأسواق الرئيسية في المنطقة وركيزة قوية لاستراتيجية المجموعة في الشرق الأوسط وإفريقيا، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن هذا اللقاء. واعتبر شرفان أن الجزائر تتمتع بإمكانات كبيرة للغاية، مشيرا إلى أن ستيلانتيس ملتزمة بشدة بالاستثمار في تطويرها على المدى الطويل. وأوضح بأن التقدم الذي تحرزه المجموعة على أرض الواقع يعكس حجم الدعم الذي تحظى به من طرف السلطات والحكومة الجزائرية، ويعود أيضا إلى قوة الشراكات التي أبرمتها ستيلانتيس في الجزائر وتفاني الفرق المحلية العاملة في الميدان. ومن خلال تصريحات شرفان جددت قيادة مجموعة ستيلانتيس العالمية للسيارات التزامها باستثمارات طويلة المدى بقطاع صناعة المركبات في الجزائر، مؤكدة على أنها تكتسي مكانة محورية وأحد ركائز استراتيجية المجمع في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بالتزامن مع اجتماع رفيع لقياداتها عقد قبل أيام بالجزائر. تأمين سيارة. وعن اجتماع اللجنة التنفيذية الإقليمية الذي عقد بالجزائر، أوضح شرفان بأن هذه الزيارة شكلت فرصة مهمة للتعرف عن كثب على الديناميكية المتسارعة والآفاق الواعدة التي يتيحها